بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم يا احبائي، مبسوط ان احنا بنتقابل معاكم واحنا في سنه جديده بنستقبلها بالحب وبنستقبلها بالفرح وبنستقبلها برجاء كبير قوي ان ربنا يعطينا في هذا العام الجديد نعمه وبركه وسلام وفرح، ويدينا دايما رؤيه انه ايد ربنا دايما معانا وعمره ما هيسيبنا. احبائي، النهارده عايز اتكلم معاكم في موضوع انه وليد المزود رب المجد يسوع المسيح المنتظره كل البشريه اللي انتظرته تحقق الوعد بمجيئه. عايز اقرا معاكم شويه حاجات بسيطه عن النبوات اللي اتكلمت عن مجيء رب المجد يسوع المسيح اللي منتظراه كل الاجيال. والنهارده مش بس هنروح للنبوات اللي احنا متعودين عليها زي في تكوين 3:15 النسل المرأة يسحق رأس الحية، وزي في أشعية 7:14 هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، وفي أشعية 9:6 اللي بتقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لكن عايز أروح معاكم كمان لإنسان تنبأ في زمن السبي البابلي ورجوع من السبي، وكانت نبوة عجيبة قوي لدرجة انه اتكلم كتير قوي عن مجيء رب المجد يسوع المسيح. وانا يعني هتجاوز كده واسميه الانجيل السادس. فان كنا بنسمي اشعياء النبي الانجيل الخامس، فهنسمي زكريا والنبوة بتاعته الانجيل السادس. هو تنبأ كتير قوي عن رب المجد يسوع المسيح وعن خلاصه وعن فدائه وعن كل الأمور اللي خاصة بيه، ودي حاجة جميلة قوي انه هذا النبي اللي اتنبأ بعد الرجوع من السبي كلمنا عن هذه الأمور بشكل جميل. بس اديكم فكرة شوية كده عن زكريا النبي. اسمه زكريا ابن عدو ابن براخيا او ابن براخيا ابن عدو، وهذا الاسم مرتبط بالنبوة بتاعته لأنه زكريا الله يذكر، وابن عدو ابن براخيا ابن عدو. براخيا يعني الله يبارك، وعدو معناها الوقت المناسب، كأن الله يبارك في الوقت المناسب، يذكر ويبارك في الوقت المناسب. والوقت المناسب لينا واحنا بننتظر مجيء رب المجد يسوع المسيح وتجسده ومولده في بيت لحم اليهودية، هنلاقي انه زكريا الكاهن بيتكلم، زكريا النبي بيتكلم عن هذه النبوة العجيبة والنبوات العجيبة بمجيء ربنا يسوع المسيح. وكان الأمر بيرتبط ان زكريا ابن براخيا اتكلم عن انه رب الجنود، رب الجنود. وده بيرجعنا للمنظر السماوي اللي شافه الرعاة، ان جند سماوي، جمهور من الجند السماوي بيقول ايه؟ المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. زكريا يذكر اسم رب الجنود، يذكره 50 مرة في السفر ده. بيتكلم عن مجيء ربنا، وربنا ده قوي جدا. ربنا بيتكلم على انه رب الجنود، رب القوة. صحيح هو جايب الحب لكن هو رب الجنود. صحيح هو جايب السلام لكنه رب الجنود. صحيح هو رب الخير والبركات والمجد اللي نازل على الأرض وهنشوفه في تجسد ابنه، لكنه أيضا قوي في حبه، قوي في عطائه، قوي في هذا المجد العظيم اللي بنتمتع بيه. شوفوا أشعياء شاف زكريا شاف 8 رؤى إلهية عجيبة. هناخد بعض الرؤى دي ونشوف قد ايه اتكلمت عن مجيء المخلص اللي يخلص بقوته ويخلص بجبروته. شاف زكريا النبي يقول كده ايه في زكريا 1:7 يقول لنا كده انه شاف نبوة. قال شفت في الليل واذا برجل راكب على فرس احمر واقف بين الآس اللي هو الشجر الدائم الخضرة في الليل، وإذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بين الآس الذي في الظل وخلفه خيل حمر وشقر وشهب. فقلت يا سيدي ما هؤلاء؟ فقال لي الملاك الذي كلمني
أنا أريك ما هؤلاء. فأجاب الرجل الواقف بين الآس وقال: هؤلاء هم الذين أرسلهم الرب للجولان في الأرض. فأجابوا ملاك الرب الواقف بين الآس وقالوا: قد جلنا في الأرض، وإذا الأرض كلها مستريحة وساكنة. النبوة دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم على إنه ربنا ظاهر واقف على فرس أحمر، وحواليه ملائكته. الملائكة بيقولوا له إنه الناس عايشة في فكر كأنه مفيش خلاص، هم موجودين في السبي، في الضيق، في الألم، في البعد عن ربنا، ومش شايفين أي طريق للخلاص. قاعدين في بابل، قاعدين في السبي. ويقول: الشعب الجالس في الظلمة أشرق عليهم نور. فكأنه الشعب اللي عايش في ضلمة اتعود على الضلمة، اتعود على إنه بعيد عن ربنا وخلاص خلصت الحكاية. وياما بيحدث بنا الأمور دي اللي بتخلي الواحد أحيانا شاعر إنه مفيش رجاء، أهي ماشية زي ما هي ماشية، مفيش نور، تعودنا على العتمة. لكن هنا في سفر زكريا يقول: أجاب الملاك وقال: يا رب الجنود، إلى متى أنت لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي غضبت عليها هذه 70 سنة؟ فأجاب الرب الملاك الذي كلمني بكلام طيب وكلام تعزية، فقال لي الملاك الذي كلمني: نادي قائلا: هكذا قال رب الجنود، غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة، وأنا مغضب بغضب عظيم على الأمم المطمئنين، لأني غضبت قليلا وهم أعانوا الشر. لذلك هكذا قال رب الجنود: قد رجعت إلى أورشليم بالمراحم، فبيتي يبنى فيها، يقول رب الجنود، ويمد المطمار على أورشليم. نادي أيضا وقل: هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد، ويختار بعد أورشليم. هنا النبوة دي هتقول ايه؟ طب ربنا بيقول انه جاي بقوة، وجاي يعزي أورشليم، وجاي يعلن انه ليه مجد فيها، وانه يخلص هذا الشعب من الضيقة. طبعا الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا، وما هو النور هذا إلا مجيء رب المجد يسوع المسيح. وما هو السبي إلا سبي الإنسان في الخطية وبعده عن ربنا. وما هي الضيقة إلا ضيقة الذين فقدوا الرجاء وعاشوا في سلطان رئيس العالم اللي هو الشيطان. لكن جه هنا رب الجنود، والجزء اللي قرينا فيه الجزء النبوة دي أو الرؤية دي هنشوف فيها كلمة رب الجنود اتكررت كذا مرة، 1 2 3 يعني 4 مرات اتكررت في كم آية صغيرين جدا، 5 كمان. فإذا احنا بواقفين قدام ربنا العظيم القوي اللي أخلى ذاته أخذ شكل العبد، لكنه يحمل هذه القوة. وقال: هنادي بالخير، جاي بالخير، وجاي بالخير لكل الناس. ومجيء ربنا بيعني الخير لينا. فإن كان ربنا بينادي لأورشليم لأنه هيتولد في أورشليم في بيت لحم اليهودية، ويظهر منها هذا الملك الصغير. أين هو المولود؟ ملك اليهود، زي ما قال المجوس لما شافوا نجمه في المشرق: فإننا رأينا نجمه وأتينا لنسجد له. أحد الرؤى دي في زكريا. رؤية تانية عجيبة قوي شافها زكريا نسميها رؤية ال4 قرون وال4 صناع. هل مجيء ربنا متوقف بس على إنه هيجي في تجسده ويجي يعلن الخلاص، ولا هذه القوة تستمر مع أولاده وتستمر البركة معانا على الدوام؟ يقول كده زكريا النبي شاف رؤية تانية ويقول: رأيت فرفعت عيني ونظرت، وإذا ب4 قرون. فقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه؟ فقال لي: هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. يعني دي القوة اللي تعبت ولاد ربنا. فأراني الرب 4 صناع، فقلت: جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا: هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. إذن يا أحبائي، هذه الرؤية
تعلن إنه إن ضايقك أحد، وإن كان هناك ضيقات مرتبطة بأربع قرون تعني سلطان الزمن، بسلطان الزمن بمعنى السلطة الزمنية المتمثلة في قوى الشر اللي بتحاول تسيطر على أولاد ربنا. قرون متمثلة في الخطية اللي بتحاول تسيطر على أولاد ربنا. القرون المتمثلة في الخطية يبقى العالم، الخطية، الضعف الشخصي اللي بيحاول يزق فينا من الداخل ويتعبنا. يعني العالم، الخطية، الشيطان، الضعف الشخصي، كل دي قوة بتحاول تبقى تعلن وترفع قرونها قدام ولاد ربنا وتسبيهم إلى الشر وإلى الضعف وإلى الخطية. فظهر في الرؤية دي 4 صناع. 4 صناع إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى البشاير ال4. كلمة ربنا رائعة مفرحة جدا، تعطي رجاء لمن ليس له رجاء. كلمة ربنا سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة ربنا فاصلة وتدخل إلى المخاخ وتدخل إلى المفاصل وتدخل وتغير قلب الإنسان وفكر الإنسان وتديله كمان رؤية جديدة في حياته. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. 4 صناع هما كلمة ربنا، هي القوة اللي ربنا بيديها لنا، قوة داخلية من خلال كلمته نقدر ننتصر بيها على العالم، نقدر ننتصر بيها على ضعفنا الشخصي، نقدر ننتصر بيها على الشيطان، نقدر ننتصر بيها على الخطية. ويكلمنا كده ويقول ان ال4 صناع دول جم عشان يرفعوا يطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. إذا ملكوت الله يستمر، وربنا يعطي نعمة ويعطي معونة. فإن كانت النبوات بمجيء رب المجد يسوع المسيح تعلن عن الطفل وليد المزود بيت لحم، تقول بيت لحم، هو حد تنبأ ان المسيح هيتولد في بيت لحم بالذات؟ وكان رؤساء الكهنة عارفين النبوة دي وقالوا لهيرودس ان مولود ملك اليهود هيتولد في بيت لحم. نبوات بتقول كده. قال عنها ايه؟ وانت يا بيت لحم افراته لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لانك منك يخرج مخلص يرعى شعبها اسرائيل. هو ده المخلص. المخلص اللي شافه زكريا راكب فرس احمر بين الشجر الاخضر ويعلن الخلاص عن كل من هو مطمئن في الخطيه وفي الشر. يقول له لا، في خلاص وفي قوه وربنا يعطي خير لاولاده. ويعلن ايضا انه تستمر هذه العطيه وهذه الخدمه من خلال ال4 صناع اللي يعملوا من اجل خلاص البشريه. ربنا لما يعطينا رئيس كهنه حكيم يقود شعبه للخلاص، ده قرن خلاص ربنا وضعه لينا. ربنا يدينا كهنة غيورين وخدام غيورين على خلاص شعبهم، ده قرن خلاص يعطينا قوة للحياة الأمينة المقدسة مع ربنا. ربنا لما يدينا كلمة ربنا من جوانا تسندنا وتساعدنا نبقى مواظبين عليها، ده قرن خلاص يعلن الله فيه المجد والمعونة لأولاده. وزي ما ابتدت الكنيسة من خلال ميلاد رب المجد يسوع المسيح، وابتدت البشرية كلها عهد جديد بميلاده وتقويم جديد بميلاده، كل واحد فينا في رؤية العهد القديم ورؤية النبوات التي تنتظر مجيء رب المجد يسوع المسيح بقوته وجبروته، وأيضا باتضاعه وخضوعه وإخلاء ذاته في أخذ شكل العبد. أحبائي، ربنا دايما بينظر لينا وينظر إذا كان العالم مستقر ومستريح لشره يقول لأ، لازم كلمة ربنا تيجي وتنتشر، وال4 صناع كلمة ربنا توصل لكل الناس. ويا ما عدى بينا أمور كتيرة في حياتنا كان الواحد في وقت من الأوقات يشعر إنه الشر بينتصر، لكن الحقيقة عمر ما الشر ينتصر. لكن كلمة ربنا هي الحية والفعالة والقوية واللي بتوصل لكل قلب من خلال مجيء رب المجد يسوع المسيح، يعطينا بشارة الإنجيل، البشارة المفرحة اللي تطمنا وتفرحنا وتقول لنا
أنا جاي مجيئي لخلاصكم. نطلع فاصل يا أحبائي ونرجع تاني معاكم ونقول إزاي تحققت هذه النبوات بشكل عملي وحقيقي، وناخد بركتكم في هذه الحلقة الخاصة بميلاد رب المجد يسوع المسيح. إلى أن نلقاكم بعد الفاصل، اذكروني في صلواتكم. أحبائي، اتحققت نبوة مجيء رب المجد يسوع المسيح بشكل عملي. ولما جه رب المجد يسوع المسيح، تعالوا نشوف أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلى من الروح القدس، ده تبع إنجيل متى. فيوسف رجلها إذ كان برا لم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا، ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: وذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. تحققت نبوة بمجيء رب المجد يسوع المسيح اللي اتقالت في أشعياء النبي، اللي أشرنا ليها أنها أشعياء 7:14: هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. ودي اتقال قبليها: هو ذا السيد الرب يعطيكم نفسه آية، يعني ربنا هيبقى ليكم معجزة، تدوقوا المعجزة دي وتشوفوا عمل ربنا ايه. ومعلمنا ماري متى البشير لأنه كتب لليهود، فكان دايما بيشير للنبوات عشان لهم اتأكدوا ان هو ده المسيح اللي جاي من أجل خلاص البشرية، وعرفوا ان هو ده اللي اتحققت فيه النبوات. طيب، بالنسبة لإنجيل معلمنا ماري لوقا، احنا طبعا متعودين وفاهمين ان لما تذكر الأحداث من إنجيل معلمنا متى وإنجيل معلمنا ماري لوقا، فإحنا بناخد رؤى مختلفة لحدث الميلاد، بس الحدث واحد. فنلاقي معلمنا ماري لوقا يذكر بتفصيل أكتر شوية، وناخد قرايات لوقا واحد هي قرايات شهر كيهك اللي هو قبل الميلاد على طول. أصل شهر كيهك قراياته جميلة قوي: 1 2 3 4 5. ايه الخمسة دول؟ 2 بشارة و2 ميلاد وفي النص زيارة. 2 بشارة: بشارة الملاك غبريال لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. الاسبوع الثاني زيارة بشارة الملاك غبريال للست العذراء بميلاد رب المجد يسوع المسيح بحبلها. الاسبوعين الاخرانيين اللي هو الحد الرابع و29 كهك ميلاد المسيح، يبقى الحد الرابع ميلاد يوحنا المعمدان، و29 كهك ده ميلاد رب المجد يسوع المسيح وزيارة المجوس ليه في المنزل. طب وفي النص ايه؟ في النص زيارة الست العذراء لأليصابات. حققت هذه النبوة وتحقق هذا الميلاد العجيب. ويذكر معلمنا ماري لوقا البشير كان في أيام هيرودس، ابتدى يوثق الحدث انه كان امتى: ايام هيرودس ملك اليهودية، ايام زكريا الكاهن اللي كان من فرقة اسمها فرقة أبية، وهم كانوا 24 فرقة كهنوتية، وكانت مراته من بنات هارون اسمها أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. لم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا، كان كلاهما متقدمين في أيامهما. وعارفين الحكاية مش هذكرها تاني. هو بيبخر في الترتيب اللي جاله، والترتيب اللي جاله ده كان فيه فرق كتيرة، وكان كونه يجي عليه الدور في الوقت ده كان يعتبر أمر ترتيب عجيب، لأن في الوقت ده جات له فيه البشارة، وربنا رتب كل حاجة: بشارة لزكريا الكاهن في الهيكل، بشارة للست العذراء وهي في ناصرة الجليل
موجودة هناك في الجليل، بشارة وتحقيق النبوات بميلاد يوحنا المعمدان وميلاد رب المجد يسوع المسيح. خليني ما اخشش في تفاصيل كتيرة في الأحداث المعروفة لينا، لكن خلينا أقول إن في بعض حاجات، يعني النبوة بميلاد يوحنا المعمدان دي ذكرت في سفر ملاخي، إن هو ده الملاك اللي جاي يهيئ الطريق قدام ربنا عشان يهيئ ليه شعب مستعد. ودي التسبيحة اللي قالها زكريا النبي وقت ميلاد زكريا، وقت ميلاد يوحنا المعمدان. سبح ومجد ربنا واتكلم كلام رائع جدا جدا، وقال: امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. ويقول ليوحنا كده زكريا أبوه، يقول له: أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. والصبي كان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. فزكريا النبي سبح ومجد وقال إن ربنا حفظ عهده اللي أتمه معانا. تحققت النبوات. زكريا الكاهن ينظر هذا الأمر ويعرفه، والعجيب إنه فضل صامت لا يتكلم إلى أن ولد يوحنا المعمدان. بقف قدام حدث من أحداث الميلاد أتعجب فيه شوية، وهقول لكم إيه الحدث ده. لما اتولد جت بشارة الملاك جبريل لأليصابات. لما جت بشارة الملاك للست العذراء بأن أليصابات تلك المرأة المدعوة عاقر هي حبلى وبقالها 5 شهور، وده الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، قامت الست العذراء تزور أليصابات. فزيارة الست العذراء لأليصابات دي زيارة الحب، زيارة الخدمة، زيارة العطاء الذي بلا مقابل. راحت تخدم أليصابات الست الكبيرة العجوزة اللي مش قادرة، بس راحت لها للجبال. ايه حكاية الجبال دي؟ يمكن لما رحنا زورنا القدس، ودي حاجة جميلة قوي فرحنا بيها، زورنا بيت اللي زارت فيه الست العذراء أليصابات. البيت ده على الجبل فوق. اتاري بقى عرفنا انه زكريا الكاهن كان ميسور الحال، وكان عنده بيت تحت في اورشليم، في جيران كتير وفي زحمه، وعنده بيت صيفي موجود على الجبل. فأليصابات لما حملت وقعدت 5 شهور تحت، لسه الستات بيلبسوا عبايات كده طويله فبطنها مش باينه. فلما ابتدت بقى خلصت الشهر الخامس هتبتدي بطنها تبان، هي كانت مكسوفه أليصابات، فطلعت قعدت في البيت الجبلي. وراحت الست العذراء ليها في الجبال تخدمها. قعدت تخدمها قد ايه؟ صح، 3 شهور. طب ال3 شهور اللي قعدت تخدمهم الست العذراء، سابت أليصابات ليه وما انتظرتش ليه لغاية لما أليصابات تولد؟ ورجعت بعد ال3 شهور دول لمكانها في الناصرة. الحقيقة الموضوع فيه سر، لكن يعني أنا ممكن كنت أسأل معاكم: طب ما يا ستي عذراء خدمتي أليصابات، ما تقعدي تخدميها لما تولد رب المجد يسوع المسيح، لما تولد يوحنا المعمدان. اقعدي يا ستي عذراء خدميها لما تولد يوحنا المعمدان. لكن الحقيقة كان لازم العذراء تمشي. لازم تمشي؟ طبعا لازم تمشي ليه طيب؟ احنا اتفقنا ان أليصابات طلعت الجبل عشان كانت مكسوفة، وقعدت 3 شهور، والست العذراء قعدت تخدمها 3 شهور. ال3 شهور دول ابتدت بطن أليصابات تطلع، والست العذراء كانت بتخدمها.
وإليصابات لما استقبلت الست العذراء كانت عارفة مين اللي جاية لها. ده إليصابات قالت: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ده الجنين ارتقد بابتهاج في بطني حين سمع صوت سلامك في أذني. فإليصابات عارفة قيمة ومقدار الست العذراء إنها أم ربها. طب والست العذراء تسبح وترنم وتقول إيه؟ نظر إلى اتضاع أمته، وأنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. فلما الست العذراء خدمت إليصابات 3 شهور نزلتها لجيرانها عشان يشوفوا كيف ومن أين أتى يوحنا المعمدان. خلاص بانت بطنها بقى، تلك المدعوة عاقرا بانت بطنها كبيرة وهتولد، فجيرانها يولدوها أو يحضروا الولادة. طب والعذراء لن تستطيع إليصابات أن تقترب إلى العذراء، لأن في العهد القديم الوصية تقول إن المرأة في أيام ولادتها لا تقترب إلى المقدسات 40 يوم لما تولد ولد و80 يوم لما تولد بنت. إذن لن تستطيع إليصابات أن تقترب إلى العذراء، ولن تستطيع العذراء أن تكسر هذه الوصية وتقترب إلى إليصابات، لأنها تحفظ الوصايا متفكرة بها في قلبها. وتركت الست العذراء إليصابات لأحبائها يرون كيف تلد يوحنا المعمدان، هذا الابن المبارك اللي أبقى أباه صامتا إلى أن تكلم وقت ما هو بيسميه وقال: يسمى يوحنا، ونطق قائلا: اسمه يوحنا. زكريا الكاهن. فإذا الست العذراء أتمت الناموس وحفظت الوصايا وولدت رب المجد يسوع المسيح في تمام الوقت اللي تمت فيه 9 شهور. والبشارة بالوقت بتاعنا الأفرنجي يعني 7 أبريل، والميلاد 7 يناير. يعني البشارة اللي جالها الملاك فيها غبريال كانت بعدها ب9 شهور بالظبط حصلت الولادة. طيب الملاك قال لها ايه؟ الروح القدس، قال للست العذراء: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. خلي بالكم بين القدوس المولود. القدوس دي صفة ترتبط بس بالله، والمولود ترتبط بالبشرية. إذن هذا هو الله الظاهر في الجسد. ومن وقت البشارة تكون البذرة داخل رحم الست العذراء وصار إنسانا من وقت البشارة. تيجي تقول لي بتقول لنا كده ليه؟ أقول له بقول لكم كده عشان في بعض الناس بيحلوا لنفسهم انهم يعملوا اجهاض ويعملوا يتخلوا عن الطفل المولود ويقولوا ده لسه بقاله شهر، بقاله شهرين، ده لسه احنا مش محتاجين نخلف اطفال. لا، هذا الطفل تكون من وقت اول يوم حصل فيه البشارة للست العذراء من الملاك غبريال، وحصل فيه برضو نفس الفكرة للمتزوجين، لأن الحمل بتاع الست العذراء كان من غير زرع بشر. أما الأمر الطبيعي في الإنسان يتكون البيبي الطفل الصغير من أول البشارة، وبالتالي لا تعطي الكنيسة حلا بالإجهاض. تقول لي طيب الكلام ده إيه وإحنا في أفراح الميلاد؟ كل حد ربنا بيبعت له طفل، هو طفل مولود يفرح قلبه ويفرح بيته زي المسيح ويبقى رسولة ربنا يسوع المسيح. وده اللي هنكمل كلامنا عنه. بس حابب أقول لكم إنه زي ما اتحققت النبوات وجاء رب المجد يسوع المسيح لأرضنا، كل الخليقة تهللت بمجيئه. كل الخليقة. تقول لي يعني إيه؟ أقول لكم الملائكة فرحت، المجد لله في الأعالي والأرض السلام وبالناس المسرة. الرعاة سمعوا خبر رائع جدا إنه قال لهم إيه؟ ولد لكم اليوم في بيت داود مخلص هو المسيح الرب. هم كانوا بيربوا الرمز الخروف اللي بيتذبح، دلوقتي جالهم المخلص المسيح اللي هيفدي كل البشرية. يوسف النجار فرح بميلاد رب المجد يسوع المسيح، ده الملائكة جات له
وقالت له ما تخافش يا زكريا، ما تخافش يا يوسف، ده اللي حبل بيها من الروح القدس. الست العذراء قالت تتهلل روحي بالله مخلصي. اليصابات ارتقد الجنين في بطنها لما سمع صوت سلام مريم. المجوس فرحوا جدا لما رأوا نجمه في المشرق وجم عشان يسجدوا ليه ويقدموا هدايا. كل الخليقة تهللت بمجيء رب المجد يسوع المسيح. ودي رسالة فرح لينا كلنا، نفرح بمجيء المخلص. البشرية وقفت ما بين العهد القديم والعهد الجديد، ووقف تاريخ ميلاد المخلص عشان يعطي لينا عهد جديد نعيشه مع ميلاد المسيح. هنتكلم بعد كده ازاي ميلاد المسيح في حياتنا نعيشه ونفرح بيه ونتمتع بهذا الميلاد كميلاد شخصي لكل واحد فينا. احبائي، نكمل مع بعض الجزء الجاي في بركات الميلاد في حياة كل إنسان لينا. أشوفكم بعد الفاصل، اذكروني في صلواتكم. أما بقى عن ميلاد رب المجد يسوع المسيح الشخصي في حياتي وحياة كل إنسان فينا، فده موضوع كبير قوي. لأنه إذا كان في ملء الزمان اتولد إنسان، فهذا الإنسان لم يكن إنسانا عاديا، لكنه هو الله الظاهر في الجسد. طيب، الله كيف يظهر في الجسد؟ طب وهل يستحيل على الله شيء؟ طبعا لا. إذا كان ظهر في شجرة في عليقة وكلم موسى النبي وكلمه من الشجرة وقال له أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، فإذا كان تكلم من شجرة، هل كونه يتجسد ويصير إنسانا هل يستحيل على الله شيء؟ طبعا لا. طيب لما نقول بقى إذا كان ربنا كان موجود وعاش بينا كم سنة؟ 33 سنة. طب ومدة خدمته كانت قد إيه؟ 3 سنين ونص تقريبا، 40 شهر. الخدمة اللي خدمها دي تعطي ميلاد لكل واحد فينا. أول حاجة كان يقول يصنع خيرا على طول، كل القرى كل المدن يدخل فيها يصنع خير، لدرجة اتقال أنه كان يقع عليه كل أحد لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. معجزات شفاء عظيمة جدا. طب ده ميلاد لإيه؟ ميلاد لصحة جسدية. صحة جسدية يعني الله يعطينا صحة جسدية. طب لماذا الأمراض؟ يقول لك الأمراض ده ضيق العالم، ولما بحثوا العلماء في موضوع الأمراض طلع الإنسان هو اللي بيجيب المرض لنفسه بالكيماويات والحاجات المغشوشة والبعد عن الطبيعة اللي احنا نفسنا نرجع تاني زرعنا وحياتنا ودنيتنا ترجع للطبيعة التاني الأولى. يبقى ربنا في مجيئه ادانا الصحة وادانا البركة. وكمان فتح عينين العميان. تخيلوا كده انه وضع ايده على عين شخص ضرير وقال له ابصر فعاد بصيرا. ده لغاية دلوقتي العلم يقول مش ممكن ابدا يقدر يخلق او يقدر يصلح عين حصل فيها ضمور، او يخلق عين يعني يصنع عين، ما يقدرش. لكن ربنا يسوع المسيح أعطى بصرا للمولود أعمى، أعطى بصرا لعميان كثيرين. ومرة كان الشفاء بالتدريج عشان يقول لهم إيه، إذا كنتوا أنتوا تقدروا تشيلوا بعض الأمراض العينين بس يطلع الشخص اللي بيخف ده من المية البيضة مثلا يشوف الناس كأشجار يمشون، لكن بإيد المسيح يشوفوا كل حاجة جلية. السيد المسيح طهر البرص، وطبعا الخطية هي نجاسة، وطهارة الأبرص إشارة إلى الطهارة من الخطية. وكان كل الناس تخاف من الأبرص ده، يحطوه في مستعمرات لوحديها بعيد أو يمشي بعيد عن الناس ويقولوا أبرص أبرص عشان الناس تبعد عنه. لكن المسيح لمسه وطهره لأنه هو مصدر الطهارة. فلو قلت له يا رب في ميلادك إن أردت تقدر أن تطهرني، إن أردت فتح عيني لكي أرى عجائب من إيديك، يا رب اديني الصحة عشان أسجد ليك وارفع إيديا وأصلي واتحد بيك.
طب وايه تاني؟ طب مت بقى. يقول لك دي بقى مخصوصة للمسيح بقى. هو أقام 4 في حياته. مين دول ال4؟ تقولي ده احنا عارفين 3 بس، مش ابن أرملة نايين وابنة يايروس، وأقام لعازر بعد 4 أيام. طب مين الرابع؟ أقام نفسه من الموت. أقام نفسه لأنه سبق قبل صليبه قال إنه ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس أثم ويقتلوه وفي اليوم الثالث يقوم. ولما كان معدي جنب الهيكل قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في 3 أيام. وكان بيقول كده عن هيكل جسده هو إن هو هيقيمه. طب ما احنا بنموت لكن بنقوم مع المسيح. أصل إذا كنا بنتكلم عن الميلاد فما أقدرش أفصل الميلاد عن الحياة، عن الموت، عن القيامة. فالميلاد في المسيح ميلاد جديد بناخده بالمعمودية، والحياة مسيح، حياة بنعيشها مع شخص الرب يسوع المسيح بالإيمان بشخصه وبالاتحاد بيه في التناول وبعمل روح القدوس فينا. والموت اللي بنموته ده موت للجسد، لكن قيامة نقومها مع المسيح، لأنه إن كنا متنا مع المسيح في المعمودية فلنا وعد بالقيامة مع المسيح في الأبدية. هو كده. ما هو معجزات القيامة اللي أقامها للي قلناهم دول دي معناها قدرته على الإقامة من الأموات، وهو وعد كده وظهر بعد قيامته، وظهر لأكثر من 500 أخ، وظهورات كتيرة قوي لمريم المجدلية والمريمات والتلاميذ ومعاهم توما وتلاميذ من غير توما والتلميذي عمواس والبطرس وتلاميذ عند بحيرة طبرية. ظهورات كتيرة. عايز يقول ايه؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. إذا يا أحبائي الحياة في الميلاد طقسيا نعيشها في المعمودية، نقبل الموت مع المسيح، وعمليا نعيشها ان الواحد يزهد في امور العالم وما يخليش العالم يسيطر عليه. احد القديسين اسمه الانبا موسى الاسود قال مقولة لطيفة قوي. قال محبة المقتنيات تزعج العقل والزهد فيها يمنحه استنارة. يعني لو انا عايش عمال عايز اكوش على العالم وعيشت العالم وبفكر العالم هبقى منزعج جدا. لكن طول ما انا زاهد في الحاجات دي الاقي ربنا بيدهاني وبيدهاني كتير وانا ذهني يبقى مستنير لاني مش مستعبد ليها. اذا الميلاد ميلاد في المسيح، والحياة حياة في المسيح. ينير عقلي وذهني، يعطي قوة لجسدي لكي اعبده بقوة. والقوة الجسدية دي يقول لي اعمل بيها ايه؟ اعمل بامانة في حياتي. احنا بلدنا عايزة تقوم، وقيامة بلدنا مرتبطة بان الانسان يبقى امين في شغله، امين في الوزنات اللي ربنا اداها ادانا صحة، ادانا قوة، ادانا بلد نحافظ عليها، ادانا نيل ما نلوثوش، ادانا مصادر كتيرة للخير والبركة في السواحل، في الآثار، في الطبيعة الجميلة والجو الجميل، ما نلوثوش. بالعكس، ده ليه الحياة هي المسيح. طب وإيه علاقة المسيح؟ أصله جه مصر وباركها، وبالتالي قال مبارك شعب مصر. وانا لما اعيش في الميلاد واعيش في البلد اللي جه رب المجد يسوع المسيح، انا عايز اقول لكم انه رجليه ما نزلتش في اسرائيل لانه كان لسه صغير، كانت بتشيله الست العذراء ويوسف النجار، لكن رجليه وطأت ارض بلدنا. ده عاش في المحرق 6 شهور. فاول ارض مشي فيها مشي في ارضنا. ده شرب من نيلنا، واول ميه يشرب منها كانت ميه النيل، لانه لما جه كان لسه طفل في وقت الرضاعه، وبعد كده لما كبر ابتدى يشرب، ابتدى ياكل، واول مزروعات كلها من ارضنا. فشوفوا بقى قد ايه الخير ده. فاحنا عايشين في خير المسيح، وعايشين في بلد باركها المسيح، وعايشين في ميلاد المسيح نعيش بالبركات الروحيه دي، ونعيش بقوه عمل الخير. عمل الخير زياره للمريض فنفتقد ونسأل عليه، عمل الخير زيارة للحزين نعزيه ونطبطب عليه، عمل الخير في ان احنا نفتقد المحتاج ونسدد على قد ما نقدر احتياجه.
مرة واحد سألني كده: أبونا، هو يجوز أدي جزء من العشور لقرايب الغلبانين؟ قلت له: الحقيقة ما عملتش كده ما تبقاش إنسان مسيحي، لأنه الإنسان المسيحي إن لم يشفق على أحشائه اللي هم أهله وقرايبه وناسه، إزاي هيقدر يقف قدام ربنا؟ ده ربنا قال: كل ما فعلتموه بإخواتي الأصاغر بي قد فعلتم. طب أخوك الصغير ده الفقير ده بره العيلة ولا جوه العيلة؟ ما كل عيلة فيها. صدقوني لو أغنياء العائلات أشفقوا على فقراء هذه العائلات لم يعد هناك فقراء. بس أحيانا نشعر بأنه الصورة عايزة توضح والمفهوم عايز يبقى أكثر استنارة في ذهننا. على العموم، ميلاد المسيح اتكلمنا عنه ميلادا يعطينا قبول لميلادنا في المعمودية طقسيا، وميلادنا في المسيح عمليا في الحياة اللي احنا نعيش فيها. تقول لي الدنيا صعبة والحروب شديدة. معاك طبعا، لأنه حربنا مش مع لحم ودم، مع قوات الظلمة، مع رئيس هذا العالم. لكن بالحقيقة الله أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرنا شيء. مسكين الإنسان اللي بيحاول يدور ورا العرافة والدجل وكل الأمور والكف والفنجان والأمور الغيبية دي، معذور وغلبان يعني، لأن الكلام ده بيفصله عن ربنا وبيخليه يلجأ لحد تاني غير ربنا. هتقولي: طيب ما المجوس مشوا ورا النجم، والنجم ده هو اللي أرشدهم لميلاد المسيح، واحنا بنتكلم عن الميلاد عمليا يعني. فايه المشكلة ان احنا ندرس الفلك ونعمل ونشوف الأبراج ونشوف الحاجات دي؟ الحقيقة بصراحة النجم اللي ظهر للمجوس ما كانش نجم عادي، ده كان نجم بيظهر في النهار زي الليل ويقودهم. الله، هو في نجم بيظهر في عز الظهر؟ طبعا لا. النجم كان وقف فوق المكان اللي اتولد فيه رب المجد يسوع المسيح. طب هو في نجم ينزل ويقف فوق المكان؟ طبعا لا. ده كان ملاك وقادهم كانوا من المشرق، وده عكس اتجاه النجوم في المسير. فده كان ملاك بيقودهم لطريق ميلاد المسيح، بس ظهر ليهم بالعلامة اللي هم يفهموها، العلامة اللي هم يستطيعوا التعامل معاها. لكن بعد كده عملوا ايه؟ صاروا خداما للمسيح وصاروا كارزين بميلاده في بلاد المشرق. كمان فاحنا مش عايزين نتبع الغيبيات دي، خلينا نتبع الحياة العملية الأمينة، وكل واحد يخلي باله. أنا هقول لكم في موضوع الأبراج ده حتة صغيرة خالص عشان ميلاد المسيح يغير بعض المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة عندنا في حياتنا. في ناس أول ما تصحى تدور على حظك اليوم وبرجك بيقول إيه. طيب، ويقول لك الطبع ده مائي والطبع ده ناري والطبع ده إيه. إحنا عندنا 2 ولدين اتولدوا توأم في نفس الوقت، يبقى طبعهم يبقوا برج واحد، يبقوا طبع واحد. يعقوب وعيسو اتولدوا من أم واحدة توأم. طب وطبعهم كان إيه؟ كان مختلف تماما. مش هخوض في الموضوع ده، لكن دوروا كده وقولوا اللي يمشي ورا الغيبيات بوجه عام إنسان بيفقد إرادته وبيفقد قوته العملية في حياته، وبيفضل ذهنه مرتبط بالحاجات الغيبية دي، وده الحقيقة بيضره في حياته. المسيح عمليا يعطينا قيادة بروح القدوس، والذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله. احنا لما تعمدنا وقبلنا الموت مع المسيح واتولدنا ميلاد جديد في المعمودية، ادانا سكنة روح القدوس بالميرون، فترشمنا 36 رشمة في جسمنا كله. وزيت الميرون زيت عليه خميرة، أو كان محطوط على الحنوط اللي على جسد رب المجد يسوع المسيح، ففي خميرة من دم المسيح. يعني أنا متدشن من بره بدم المسيح، ومن جوه بتحد بالمسيح جسد ودمه في التناول عشان أعيش مسيحي، إنسان أعلن المسيح في حياتي، أعلنه بميلاد جديد في صحة جسدية، في قوة روحية،
في حياة عملية، في مسؤولية في كل ما أعمله. كمان حابب أقول حاجة جديدة في الميلاد أو حاجة عملية في الميلاد. إذا كنا بنتكلم على خدمة رب المجد يسوع المسيح لمدة 3 سنين ونص، ففي مشهد واحد أصر ربنا إنه يعلنه في سن ال 12 سنة. هذا المشهد هو لما كان موجود في الهيكل، وكانوا في زيارة مع يوسف النجار والست العذراء، وتركوه فاكرين انه راجع مع الولاد، لكن هو كان قاعد في الهيكل يتناقش ويحاور الكهنة في الهيكل، وكانوا مبهورين بإجابته، وكان مملوء من الحكمة ومن الروح. يقول الكتاب ان رب المجد كان يخضع لأبواه. وصلت لك هو عايز اقول ايه؟ عايز اقول يخضع لأبواه. اكرم أباك وأمك. نحن في زمن يحتاج إلى الرجوع لهذه الوصية بقوة. اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، واللي مش في الميلاد هيراجع خضوعه وهو صغير لأبوه وأمه، إكرامه وهو كبير للوالدين. تخيلوا أن رب المجد يسوع المسيح وهو على الصليب يقول ليوحنا الحبيب هذه أمك. طب يا رب أنت في عز ألمك وتوصي على الست العذراء؟ طبعا دي أمه. فمحتاجين نرجع يا أحبائي في الميلاد لقوة جديدة وأسرة جديدة وروح جديدة وانطلاقة جديدة، تكون لنا حياة عملية قوية في بيوتنا اللي فيها إكرام للوالدين، وفيها كمان حنية من جهة الوالدين على الولاد، وتعليمهم وتربيتهم كما يحق للأمانة اللي استلمناها من الإيمان ومن ميلاد رب المجد يسوع المسيح. أحبائي، أيام الميلاد أيام بركة لينا كلنا. فإن كنا اتكلمنا عن الميلاد، اتكلمنا عن الحياة، اتكلمنا عن الموت والقيامة، لأنه إن عشنا للرب نعيش، وإن متنا للرب نموت. إن عشنا أو متنا فالرب نحن. لأنه بميلاد المسيح كانت بداية جديدة لحياة جديدة، قوة جديدة ونعمة جديدة وبركة مستمرة، ليست على مستوى الاحتفال بالمناسبة، ولكن على مستوى الميلاد الدائم لينا في قوة. تعالوا نجدد توبتنا، نجدد حياتنا، نجدد عهودنا مع ربنا، عشان يكون لينا عيد الميلاد عيد حقيقي لبداية جديدة وقوة جديدة وفرحة تملأ قلوبنا وقلوب اللي حوالينا ببركة ميلاد المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. اذكروني في صلواتكم، وربنا يملأ بيوتكم وحياتكم وأعمالكم كل ما تمتد إليه أيديكم بالخير والبركة، ويملأ بلدنا بالسلام والسعادة والنمو والرخاء في كل خطوة نخطيها تحت قيادة رئاسة حكيمة وقوة روحية جميلة ما بين العمل والحياة العملية وبين الصلاة بالأيادي المرفوعة. ربنا يكون معاكم. كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في الميلاد يا أحبائي في شوية حاجات بتعطلنا عن المتعة بالميلاد. إيه يا ترى الحاجات اللي ممكن تكون بتعطلنا عن الميلاد؟ تخيلوا إنه العالم كله فرحان، كل الخليقة تهللت مجيئه، لكن في معطلات المتعة والتمتع بهذا الحدث الجميل جدا. أول حاجة ممكن تكون بتعطلنا عن الميلاد والتمتع به هو المشغولية. ياما الناس في مشغولية كتيرة. لا، في مشغولية حقيقية وفي مشغولية مفتعلة. مشغولية الحقيقية زي يعني أم مع أولادها، حد في شغله والتزامه العملي بالشغل، حد في مشروعه، في رغبة في النجاح والتفوق والتقدم. وساعات تبقى مشغولية مفتعلة اللي هي إنه طول النهار قاعد على وسائل الإعلام
اللي مش بتوصل له حاجة مفيدة، مجرد حب استطلاع يعني، عمال يلف 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 على انستجرام وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى وبعدين في ايه؟ قبل ما يصحى يعمل حاجة، اول حاجة دور عليها على الموبايل. وانا عارف بتكلم حاجات عملية وحضراتكم مدركين هذا الامر. تقول لي يعني المشغولية دي مشغولية تعطلني ازاي عن الميلاد؟ لانك ما ابتديتش بربنا، ابتدي بيه. يعني احنا لما بننام ده بيبقى الموت القصير، حد عارف هيصحى ولا مش هيصحى؟ محدش عارف. لكن لما بيقوم ابتدي بربنا، ابتدي ميلاد يومك بميلاد ربنا، اتشغل بربنا اول حاجة، وحط في ربنا في كل حاجة انت بتعملها. قول يا رب مد ايدك قبل ايدي، بارك فيما اعمل واعمل. يا رب المشوار ده انت تقودني فيه، وانت اللي تكون بتتقدمني في هذا العمل. اعمل كده. خلي اسم المسيح في صلوات السهمية. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي أعني، اسندني، قويني، فرحني، باركني. فالمشغولية وما أكثرها في هذه الأيام، لأننا نعيش في عصر كله مشغولية، وأقول من الناحية التانية كله فراغ بلا مشغولية، لأنه في ناس بلا إدراك لقيمة الوقت، وبالتالي مشغولة بولا حاجة ولا حاجة. طب تعالوا ابتدوا بربنا، يقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل، وربنا هيبارك ويرتب. ومفيش إنسان غير قادر على العمل حتى لو كان بلا قدرات جسدية. كان لي صديق تنيح من فترة، هذا الصديق كان اتولد بلا بصر، وكان عنده مشكلة في عظمه، فما كانش يقدر يمشي أكتر من 100 متر ولا حاجة، كان لازم يبقى فيه معاه كرسي متحرك. وهذا الشخص رغم هذا العجز اللي يعتبر عجز كامل في ايديه ورجليه وعينيه، لكن كان إنسان فعال جدا، كان نبيل وهو نبيل. وهذا الشخص تحدى وتعلم وأخذ بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان كمان عايز يعمل ماجستير، وكان عايز يعمل حاجات كتيرة قوي. مرة رحت له زيارة فلقيته فاتح الكمبيوتر بيسمع وبيتابع. قلت له اتعلمت ده امتى؟ ده انت يعني بستغرب جدا. قال لا انا عامل برنامج، في برنامج صوت وانا بتابع بالصوت وبعرف اعمل ده. اذا الانسان يستطيع ان ينشغل مشغولية مقدسة، اولها ربنا واخرها ربنا، وفي النص دخل ربنا في كل حاجة في حياتك. ما تخليش المشغولية تفقدك هذا الميلاد الجديد لليوم الجديد اللي ابتدي فيه، لأنه وقت أن ينتهي العمر سيكون هذا الميلاد اللي انت عشته هو ميلاد جديد لأبديتك السعيدة، يفرح قلبك ويمتعك بسماء وبفرح كبير قوي. من ضمن الحاجات التانية اللي بتعطل ميلادنا هو عدم التصديق. عدم التصديق، أنا مش مصدق. يعني إيه الله يصير إنسان؟ يعني إيه الله يتعب وينام؟ يعني إيه الله يتجلد ويبصق عليه ويضرب بالحربة في جنبه ويهان ويكون بهذا الضعف؟ والله هو قوي وله جبروت وله سلطان، فكيف يصير في هذا الأمر؟ الحقيقة ممكن أكون موافقك في كده، لأنه الملك في عرشه وفي كرسيه هو ذو المهابة والصولجان، الكل يطيع والكل يخضع والكل يحني رقابه وفي خضوع كامل. لكن ما بيبقاش عارف حالة البلد فيها ايه غير لما ينزل ويشابه الناس اللي موجودين ويحس بألمهم ويحس بظروفهم ويخش بيوتهم ويعيش زيهم، فيقدر يحس بيهم. هذا هو ما فعله الله، انه نزل من مجده ونزل لأرضنا وعاش كإنسان مثلنا، في كل ضيقنا تضايق، شابهنا في كل شيء لكن ما كانش بيعمل خطية، حس بينا، تألم ألمنا، مشي مشاورنا،
تعامل مع الناس ما بين المحبين والمؤيدين وما بين المتمردين والمتسلطين، ما بين الراغبين في ملكوت الله والساعين ليه وما بين المحاربين لهذا الملكوت. فشبهنا في كل حاجة. عشان كده قال لنا بولس الرسول: لأن المسيح استألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. حاسس بيك. فما تخليش فكرة بعيدة عن الواقع اللي احنا عايشينه، وبعيد عن الإيمان اللي احنا لامسينه، وبعيد عن القوة الروحية اللي احنا بنتمتع بيها، تفقدنا هذا الأمر. لأنه الذي أخلى ذاته آخذا شكل العبد صائرا في شبه الناس وأطاع حتى الموت، موت الصليب، هو نفسه اللي بيدينا سلطان على كل قوات الظلمة. يعني أكيد حد فينا مرة شاف أبونا وهو بيصلي على حد مريض ورشمه بالزيت، أو حد عليه روح شرير وكان مريض وتعبان، وشاف قد إيه قوات الظلمة ترتعب من علامة الصليب، لدرجة الإنسان لما يلبس صليب ما يحلمش أحلام وحشة. لما يحط صليب تحت مخدته يهرب منه الفكر الشرير. جربوا كده وشوفوا، اللي ما جربش يعني. فكنت زمان وانا شاب كده، كان احد الاباء الكهنة بيبعتني اوصل حد عليه روح شرير لابونا في الدير يصلي له. كان ابونا جبرائيل الانبا بشوي، واتنشر عنه حاجات في الجرائد انه كان بيصلي في القديسة مارينا حارة الروم، وكان يصلي على المعذبين والتعبانين من الارواح الشريرة. وكان لما بيصلي كان ربنا بيتمجد جدا ويعطي الشفاء. يا أحبائي، احنا واخدين قوة الإيمان في حياتنا، بنعيشه ونفرح بيه. يبقى إذا كانت المشغولية هي عائق للتمتع بالإيمان، وإذا كان عدم التصديق إن الله صار جسدا وحل بيننا بيعطلنا شوية عن التمتع بالميلاد، فأصعب عائق ممكن يكون معانا هو عائق العشرة اللي احنا محتاجين نعيشها مع ربنا. عيش مع ربنا وافرح بيه، وخلي ميلاده هو ميلاد عشرة طويلة. يمكن الموضوع ده نحتاج فيه نتكلم مرة تانية. بهنيكوا يا حبايبي بأيام جميلة، أيام سعيدة بالميلاد، بميلاد ربنا يسوع المسيح. ربنا يدي دايما نعمة وبركة لينا في متعة حقيقية روحية بميلاد ربنا يسوع المسيح في حياتنا. للمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.